الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. أفضل زواج في الدنيا إنه يكون زواج بدون تكلفات، بدون تعقيد، بدون مبالغة في أي شيء. أغلى مهر في الإسلام عرفناه كما قال ثابت البناني رحمه الله عن أنس في حديث أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه المرأة أم سليم لما مات زوجها تقدم لها رجل يسمى أبا طلحة. أبو طلحة هذا كان رجل من أثرياء القوم، فلما تقدم لأم سليم وعرض عليها الذهب والفضة فقالت: والله لا حاجة لي بذلك، ولكن إن تسلم يكون هذا مهرا لي. لا تريد لا ذهبا ولا فضة، ولكنها تريد الإسلام. فقالت: ماذا أفعل؟ فقالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي وهو قادم من بعيد، فقال النبي لأصحابه: قد جاء أبو طلحة وغرة الإسلام في عينيه. رأى النبي نور الإسلام في وجه أبي طلحة وهو قادم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أبو طلحة الخبر لرسول الله وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج من أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقال ثابت البناني: ما رأيت امرأة أغلى مهرا من أم سليم رضي الله عنها، فكان مهرها الإسلام. فكان هذا هو أغلى مهر عرفناه في التاريخ، هو الإسلام. أن يهدي الله تبارك وتعالى بك رجلا، كما قال علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. هذا هو أغلى مهر في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.